واخيرا يا جدعان ابل اعلنت عن سلسله الايفون 16 الجديد، الحدث الاهم سنويا بالنسبه لابل وبالنسبه لابل فان بويز كمان. اقول لك على كل حاجه تقريبا نتكلموا عنها في ملخص بسيط كده، لان الكلام كان كتير قوي الحقيقه. بالمناسبه هم اتكلموا عن اكتر من منتج، ولكن المنتجات الاساسيه في الليله دي كلها هي سلسله الايفون 16. السلسله دي اللي هنتكلم عنها النهارده. من غير كلام كتير كده يلا بينا نبدا. اهم حاجه تصلي على النبي ما تنساش. خلينا نبدا كلامنا الاول بال16 العادي وال16 بلس. المفروض ان هم بداوا كلام بال16 العادي وال16 بلس، واحده من اكبر التغيرات اللي حصلت في ال16 العادي والبلس هو الديزاين هنا. يعني الديزاين سيستم الكاميرات هيكون مختلف تماما، هتبقى بالشكل ده. وكانت معظم التسريبات يعني الحقيقه كانت موضحه نفس ديزاين الايفون 10 اس ماكس. والظهر هنا من الالومنيوم وفي اكتر من لون هنا. اللون يا نهار ابيض ايه ده جمدان. اللون الاسود والازرق دول جامدين قوي. لا الوان ال16 جامده قوي الموسم ده، يعني تحسها متشبعه بزياده في الالوان، تحسها متشبعه بزياده كده. لا فخامه. والشاشه طبعا هتكون بنفس حجم ال15 العادي 6.1 انش، وال16 بلس 6.7 انش. واللي انا فاكره بالظبط ان احنا قلنا ده في التسريبات، في فيديو التسريبات قلت لك الكلام ده. هيحصل بس ابجريد في الحته دي في البرو والماكس بس. والبرايتنس كمان هتعلى لحد 2000 نتس وبتقل لحد 1 نت حسب ظروف الاضاءه المتواجد فيها. جامد قوي الموضوع ده الحقيقه. ده بالنسبه لجانب الشاشه في ال16 العادي وال16 بلس. كل ده احنا بنتكلم على الموبايلات الاقتصاديه في السلسله دي، لسه بقى ما دخلناش على التقيل فاهم. المفروض دخلوا على المعالج دلوقتي. هو واضح ان هيكون في شريحه جديده في ال16 العادي وال16 بلس، يعني مش هيستخدموا اللي هو المعالج القديم بتاع ال15 العادي وال15 بلس هنا فاهم. المعالج هو الاي 18 بايونيك، شيء كويس جدا اصلا ان هم استخدموا معالج جديد زي ما قلت لك. بيقول لك هنا المعالج ده هيكون اسرع بنسبه 40% من الاي 16 بايونيك، يعني في جانب الجي بي يو اللي هو موجود في الايفون 15 الموضوع هيكون اكثر كفاءه من شريحه الاي 16 بايونيك. وده طبعا هيعزز تجربتك للابل انتليجنس في الايفون 16 العادي والبلس. وضافوا هيكل جديد في سيستم التبريد هنا، ونتيجه ده انك هتاخد اداء اعلى بنسبه 30% في الالعاب. والفكره ان المعالج الجديد ده يعني اقوى بنسب كبيره جدا، يعني انت بتتكلم في 40% و35% وارقام كده فعلا مرعبه. والفكره ان هو جايب معماريه تصنيع هنا 3 نانومتر، ده معناه طبعا ان هو هيكون موفر للطاقه بنسبه 35% وهينتج حراره اقل. جانب الاي اي بقى ده في كلام كتير قوي يا جدعان، واعتقد ان هم اتكلموا في كل حاجه. يعني لموا الليله دي كلها في مؤتمر الدبليو دبليو دي سي اللي هو كان في شهر 7 ده تقريبا. بيقول لك هنا تقدر تعمل ايموجي مختلف مش موجود اصلا عندك، يعني اللي هو مش هتبقى محصور جوه الايموجيز اللي موجوده دي، لا. والسيرش بتاع الصور هنا بيقول لك هيكون اذكى اكتر. هم بيحاولوا يسهلوا لك الامر بشكل كبير. تقدر تسرش على الصوره اللي انت محتاجها، بمعنى مثلا ان انت تصورت صوره كنت لابس فيها مثلا تيشيرت اسود، يعني لو انت بتحاول توصف اللي جوه الصوره فاهم، وهيبدا فعلا يطلع لك كل الصور اللي يخص الموضوع اللي انت وصفته ده. او ممكن تسال عن اي حاجه مثلا في النظام فاهم، يعني اللي هو مثلا ازاي امسح برنامج او ازاي اعمل حاجه معينه مثلا في الايفون بتاعي، هشرح لك الموضوع هنا من غير بقى ما تسال الناس بقى في الجروبات والكلام ده. لا اسال سيري هتساعدك على كل الكلام ده. ممكن تقول لسيري مثلا ابعت الصور اللي انا اتصورتها امبارح لفلان، هي هتبعتها عادي من غير ما تاخد اي اجراء حرفيا. الموضوع فعلا يا جدعان جامد قوي. موجود طبعا زرار الاكشن بوتوم اللي اتضاف السنه اللي فاتت، بالاضافه لزر جديد اتضاف هنا اسمه الكابتشر بوتوم. هم مسمينه كاميرا كنترول تقريبا. طيب يا جدعان هو اسمه كاميرا كنترول مش اسمه الكابتشر بوتوم. هم تقريبا كل موسم او كل سنه هيفاجئونا بزرار جديد. السنه اللي فاتت كان اكشن بوتوم، السنه دي كاميرا كنترول. طيب الزرار ده بيقول يا معلم زي ما التسريبات كانت بتوضح بالظبط، الزرار ده هيكون له اكتر من وظيفه. ما كنتش اتفرجت على فيديو التسريبات بتاعنا فخلينا اشرح لك الموضوع ببساطه كده. الزرار ده جديد وهيسهل عليك الدنيا بشكل كبير اثناء التصوير، يعني هو زرار مخصص لالتقاط الصور والفيديوهات. الزرار هنا نفس حجم زرار الباور تقريبا، والفكره كمان ان هو مدفون، دي حاجه جامده قوي. يعني اللي هو مش بارز وسهل الضغط عليه وبتاع، لا مفيش الكلام ده. كان في تسريبات بتقول ان الزرار هيكون بارز نسبيا. يا جدعان بجد ابل لما بتضيف حاجه بتضيفها بشياكه. يعني الزرار ده لو كان بارز فعليا زي ما التسريبات كانت بتوضح ده او كانت بتقول ده، لو ده كان حصل انت تقريبا كل ما تقوم بمهمه هتدوس على الزرار ده بالغلط. فالزرار هنا بقى مدفون والموضوع بقى منطقي اكيد. الزرار ده مش هيكون مجرد زرار اضاف والتقاط الصور وبتاع بس، لا كل اكتر من وظيفه زي ما قلت لك. طيب هم دلوقتي اتكلموا عن وظيفه من الوظائف اللي بيقدمها الكنترول كاميرا. لو نفترض مثلا انك بره البيت يا معلم وقابلت مطعم ولا حاجه، المطعم ده لم تزوره من قبل ومحتاج تعرف معلومات او كل حاجه تخص المطعم ده، كل اللي عليك بس انك هتضغط ضغطه مطوله على الزرار الجديد ده وبعدين هتبدا في تصوير المطعم. وبمجرد الضغط على الزرار الجديد ده يا معلم هيبدا ياخد اكشن او اجراء البحث، وهيعرض لك كل ما يخص او كل المعلومات اللي محتاج تعرفها عن المطعم ده، يعني ساعات العمل بقى والتقييمات كل حاجه تخص المطعم ده تقريبا. والمزيد من الاوبشنز طبعا اللي هتبقى واضحه في الباك دي. بيقول لك كمان الزرار الجديد ده يساعدك على التحكم اثناء التصوير في الوضع الافقي والوضع العمودي. طيب هم تقريبا دلوقتي هيتكلموا عن الوظائف اللي هيقدر يقوم بيها كنترول الكاميرا في ابلكيشنز الكاميرا هنا. طيب هو واضح دلوقتي انك اول ما تضغط عليه ضغطه عاديه هيبدا يفتح معاك ابلكيشن الكاميرا، ضغطه ثانيه هيبدا يلقط معاك الصوره عادي، تضغط عليه ضغطه مستمره هيبدا يفتح معاك وضع الفيديو، هتضغط ضغطه خفيفه هيبدا يعمل فوكس. وكمان واضح انك هتقدر تعمل زوم اون وزوم اوت. جامد قوي الموضوع ده، يعني لو محتاج تعمل الموضوع ده باستخدام الزرار ده، يعني الجو التمرير الشمال واليمين ده فاهم، يسار زوم اوت تقريبا ويمين زوم اوت تقريبا. كل ده اكيد هيبقى واضح بشكل كبير لما نمسك الموبايل كده ونتعامل معاه. دي تقريبا وسعت مني صح، انا محتاج علشان اجيبه لازم ابيع كليات حوار
وخلينا نكمل. كمان بيقول لك لو ضغطت مرتين بخفه هيبدا يظهر معاك عناصر التحكم اللي هو الايزو بقى وغيره، فاهم؟ لو ضغطت ضغطه خفيفه كمان هيبدا يفتح معاك العنصر اللي محتاج تعدل عليه، فاهم؟ والجامد في الموضوع ان الزرار ده مش بس هيتفاعل معاك في ابلكيشن الكاميرا الرئيسي، بل هيستخدم في برامج زي برنامج السناب شات. والزرار ده ذكي لدرجه ان هو هيقدر يحدد اللمسات بشكل كامل، هيكون قادر على الاستجابه بالضغط واللمس، فاهم؟ هيقدر يحدد ده. موضوع مبهر الحقيقه واضافه قويه جدا. طيب بما اننا بنتكلم داخل اطار جزء الكاميرات ده، خلونا نتكلم عن التطور اللي حصل في جانب الكاميرات هنا. الكاميرا الرئيسيه في ال16 العادي هتبقى 48 ميجا بكسل، وده اول ابجريد معانا. الكاميرا دي بتوفر لك في زياده الدقه باربع اضعاف من الكاميرا الموجوده في الايفون 14. الكاميرا الثانيه دي وايد انجل لينس 12 ميجا بكسل، مش كاميرا تليفوتو. اللي بيميز كاميرا الوايد انجل هنا هي ميزه الاوتو فوكس. فضل فتحه العدسه الاكبر ده معناه انك هتاخد نتائج منها بكواليتي اعلى، خاصه في حالات الاضاءه المنخفضه. الموضوع هيكون بيرفكت اكتر، فاهم؟ مقارنه بالاصدارات اللي قبل كده. وبالنسبه لتصوير الفيديو هنا فهتقدر تصور فيديو بكواليتي 4K على 60 فريم في الثانيه، تقنيه ال HDR فيجن دولبي. وهيكون في تحسين في جوده الصوت، يعني هيكون في تقليل من حيث الضوضاء اثناء تصوير الفيديوز هنا. لو في اصوات خارجيه مثلا حواليك ولا حاجه هيكون في تحسين بشكل كبير على ازاله الاشياء اللي حواليك هنا. واخيرا بكل تاكيد هيدعم الابل انتليجنس ال16 العادي وال16 بلس. اللي بيميز الاصدارين دول فعلا دعمهم للابل انتليجنس، مفيش غير الاصدارين دول اللي هم المفروض هينزلوا رخاص اصلا هيدعموا الابل انتليجنس. والشاشه طبعا لسه زي ما هي 60 هرتز، مفيش ابجريد حصل في الجانب ده. انا ما كنتش متوقع اصلا يحصل ابجريد في تردد الشاشه ودعم البروموشن وال 120 هرتز والكلام الكبير ده. مش متوقع ده غير في البرو والماكس بس، يعني الدعم البروموشن وال 120 هرتز دول تقريبا هتضافوا في البرو والماكس. لحد دلوقتي لسه انا ما اعرفش اي حاجه، بس هو في الغالب هيتضاف او بنسبه كبيره قوي يعني هيتضاف. الزرار طبعا الجديد اللي هو الكاميرا كنترول ده هيكون موجود برده في ال16 العادي وال16 بلس والبرو والماكس كمان. اضافه هتكون موحده يعني وهنشوفها في السلسله كلها. والاكشن بوتون طبعا اللي اتضاف في ال15 برو ماكس السنه اللي فاتت هيتضاف هنا في ال16 العادي وال16 بلس. ابل تقريبا ما اتكلمتش عن ساعه البطاريه هنا هتكون كام بالظبط، ولكن مش ده المهم، واكيد الاهم من ده التجربه الفعليه. لكن البطاريه بقت اكبر حجما، ده بالنسبه لكلام ابل طبعا. وسرعه الشحن في الغالب زي ما هي، يعني ما فيش تطوير فيها وما اتكلموش عنهم اساسا. طيب بالنسبه للاسعار بقى، نسخه ال 128 جيجا ب $800 والايفون 16 بلس ب $900. دي كانت بالنسبه للاسعار وكل حاجه تخص الايفون 16 العادي وال16 بلس. طيب نيجي بقى للمنتجات اللي دايما بتقدم احدث التقنيات، البرو والماكس. يبدا الامر بتحسين كبير في شاشه البرو اكبر بمقاس 6.3 انش بدلا من 6.1 انش، ده اللي كان متوقع وكانت في تسريبات بتوضح الكلام ده فعلا. ال16 برو ماكس 6.9 انش بدلا من 6.7 انش مع تصغير الحواف. طبعا التسريبات كانت بتوضح بالنسب تقريبا، ولكن ابل في الحته دي ما اتكلمتش بشكل نسبي. حجم الموبايل هيكون اكبر واعرض نسبيا مقارنه بالاجيال اللي قبل كده، ولكن هيزيد وزنه اكبر نتيجه الحجم الاكبر اللي انت خدته. اكيد احنا تقريبا بقالنا فتره كبيره قوي بتاع 3 سنين تقريبا بنشوف الوضع ده او بنشوف الحجم ده. الموضوع بدا تقريبا من سلسله ال12 وكمل معانا لفتره طويله قوي. ده هيكون مميز بالنسبه لفئه معينه، الفئه اللي بتفضل حجم الموبايل الاكبر، والفئه اللي ما زالت بتحب الجهاز الاصغر حجما. الموضوع مش هيكون الطف حاجه بالنسبه لهم اعتقد كده. انت كده هيكون عندك اوبشن للبرو. وطبعا زي ما قلت لك الشاشه هنا داعمه للبرو موشن، والفريش ريت هنا بيوصل ل 120 هرتز، واستخدموا طبعا التيتانيوم في اصدار البرو. بيقول لك اقوى واكثر مقاومه للخدش مقارنه يعني بدرجات التيتانيوم المنخفضه التي تستخدمها الاخرون. طيب بالنسبه للالوان البرو جايبه 4 الوان، التيتانيوم الاسود الداكن وابيض ولون رصاصي كده تقريبا. هو ده رصاصي صح؟ بصوا حتى لو مش رصاصي فمشي الدنيا، انت عارف ان انا فاشل في حته الالوان فما علينا. ولون جديد اسمه الروز جولد جامد قوي، وعكس اللي احنا شفناه في التسريبات يعني لونه ما كانش افضل حاجه، لا هو جامد فعلا. وعندك شاسيه هنا علشان حوار عزل الحراره وكده، موضوع الحراره ده اتحسن بنسبه 20%. كالعاده ما اتكلموش عن سعه البطاريه هنا، ولكن قالوا ان بطاريه ال16 برو ماكس هتاخد افضل عمر بطاريه على الاطلاق، وما اتكلموش عن الموضوع ده بشكل مفصل. طيب هم تقريبا كده داخلين على اطار المعالج المستخدم في البرو والماكس الاي 18 برو، هو اسرع واكثر كفاءه اكيد من الاي 18. الشريحه العاديه المستخدمه في ال16 العادي وال16 بلس، استهلاك بطاريه اقل طبعا مع حجم بطاريه اكبر، فدي حاجه مميزه جدا. بيقول لك كمان ده اسرع سي بي يو موجود دلوقتي. المعالج الجديد ده بيساعد في وحده الرسومات على العمل بشكل اسرع بنسبه تصل الى 20% من 17 برو، ووحده المعالجه المركزيه اسرع بنسبه 15%، وحسن كفاءه الفيديو كمان. بالنسبه للتصوير بقى طبعا البرو والماكس يعني كاميرات يا معلم، هم قدروا دلوقتي فكره الريزوليوشن العالي مهم جدا في مجموعه متنوعه من المشاهد، لذلك قدموا الالترا وايد بدقه 48 ميجا بكسل، ريزوليوشن عالي جدا هتاخده من الكاميرا هنا، بالاضافه للاوتو فوكس طبعا، تفاصيل بقى تاخدها في الصوره وبتاع. تحت العدسه هنا هتساعد اكيد في دخول كميه كبيره من الاضاءه، فعلا حاجه جامده جدا. وكاميرا تيليفوتو 5 اكس دي تقريبا كنترول باد كده للتحكم في الالوان، فعلا دي حاجه صايعه جدا. وبالنسبه للفيديوز بقى فعندك وضع السينماتيك سلو موشن، ولاول مره تقدر تصور 4K على 120 فريم في الثانيه، وهتقدر تصور 4K على 120 فريم على وضع البرو ليس ووضع اللوب. هو واضح كمان انك هتقدر تتحكم في الفريمات بعد ما تصور الفيديو، يعني ممكن تخليه 24 فريم 30 فريم او 60 فريم او 120 فريم. يعني انت حاليا صورت الفيديو على 120 فريم مثلا، تقدر تعمل له اديت وتخليه على 24
120 او 30 فريم في الثانيه مثلا. وعندك 4 مايكات هنا للاوديو، ده يقلل من الضوضاء بشكل كبير وكده، وده اكيد مش هيجي على حساب كواليتي الصوت، فاهم؟ يعني انت لو مغني بقى والكلام ده، الموضوع ده هيكون مفيد جدا بالنسبه لك. الجزء ده من الفيديو تقريبا انا ما كنتش فاهمه قوي، ولكن ترجمت مؤخرا. يعني انت مثلا لو في ميتنج حاليا وفي دوشه حواليك بقى واصوات خارجيه والكلام ده، ممكن تحدد مثلا او تقول له انا عايز صوت الناس اللي موجوده في الفريم ده بس، صوت الناس دي اللي يطلع في الفريم بس، الناس اللي خارج الفريم لا. دي حاجه فعلا مميزه جدا. كل اللي احنا شفناه حاليا احجام اكبر، بطاريه اكبر، وزرار جديد اسمه كنترول كاميرا، واويد وميكس، والوان جديده بقى، و5 اكس تليفوتو ووايد وبتاع. بالمناسبه كاميرا الوايد ال 48 ميجا بكسل تكون موجوده في الاصدارين، في ال 16 العادي وال 16 بلس. بالنسبه للاسعار بقى، بالنسبه لل 16 برو فهو هيكون ب $1000، وال 16 برو ماكس $1200 للنسخه 256، والسلسله هتكون متاحه الاسبوع المقبل يوم 20 ان شاء الله. هم تقريبا كده خلصوا صح؟ المفروض طالما اتكلموا على اسعار الموبايلات فكده تمام. فايش يا جدعان، المفروض ان انا هقفل دلوقتي والحق امنتج الفيديو ده كده في اسرع وقت. ده كان ملخص ايفنت ابل لسلسله الايفون 16. شايف ان في تغيرات كويسه، المعالجات الجديده قويه جدا، وزرار الكنترول كاميرا ده لوحده حوار اصلا، وطبعا مع الابل انتليجنس فالموضوع كبير جدا. فطبعا مستني رايك تحت في الكومنتات، تقول لي رايك في الابجريدز اللي حصلت، وايه افضل منتج اعلان عنه، رايك مهم جدا بالنسبه لي. استنى رايك تحت في الكومنتات كده كده، ولو لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو، يعني اتمنى انك تنزل تعمل كل الكلام ده دلوقتي. حاجات بسيطه لكن بتفرق معايا جدا. بس كده يا جدعان، اشوفكم في فيديو جديد. بيس.